صوفيا معاي من 11 سنة تقريباً، ومن أكثر الحيوانات اللي أثق فيهم الحقيقة. تعالوا خلوني أراويكم المكان اللي أنا أشتغل فيه. المكان طبعاً هذا أنا وايد أحبه وأنا بنيته من 2011. وهذه بنتي كادي طبعاً دايماً معاي في الشغل هني تساعدني. أنا اسمي عفرة الظاهري، صاحبة أول فندق 5 نجوم للحيوانات الأليفة بأبو ظبي. فكرة إني أنا أفتح فندق وعيادة بيطرية من وراء كلبي بصراحة. أنا خدته ما فكرت في وايد أشياء، من أولهم إذا نحن بنسافر وين بنحطه. يوم أنا قلت حق الوالدة إني بفتح فندق وعيادة حق الحيوانات، هي كانت يعني اوكي تسمعني، لان انا كذا مره رحت لها قلت لها ابى اكون كذا شرطيه، ابى اكون محاميه، ابى اكون طياره، وفجاه دخلت في مجال البيطره فقالت ان شاء الله ليش لا، you can be anything you want. فبعد سنتين فتحت المكان. اوكي دخلت من غيري وبنرويكم كلابها هي. أنا عندي مرض اسمه فايبروميالجيا، فدايماً أحس بآلام في جسمي وتعب. هم يشجعوني إني أقوم كل يوم الصبح أي شغل على الرغم إني أنا أتألم. أنا محظوظة إني أنا أشتغل مع حيوانات، وايد محظوظة. في شيء وايد يضايقني بصراحة، فئة من المجتمع إن إذا عندهم أي حيوان أليف يبون يتخلصون منه بس لأنه مريض أو لأنه ملوا منه يعقونهم قدام العيادة. للأشخاص اللي مو بقد المسؤولية في تربية الحيوان، بليز لا تجيبون أي حيوان، لا تتبنون أي حيوان. إذا أنتم تحبون الحيوانات تقدرون تروحون أي مركز لرعاية الحيوان، العبوا معاهم فترة معينة، طلعوا طاقتكم. That's it.